رحلة المريض بتبتدي مش أبدا بالتحاليل، رحلة المريض بتبتدي غالبا بالشكوى، نطلب تحاليل روماتيزم ومناعة، أو إن هنعمل تحاليل كمان علشان نختار الدواء المناسب. معنى كده ان المريض يستنى بعد الكشف احنا مش عايزين نصلح حاجة ونبوظ حاجة تانية. ونبوظ. طب في تحاليل بنسمع عنها زي روماتويد فاكتور والاي ان اي والانتي سي سي بي، ممكن نقول للمشاهد؟ طبعا عشان انت العيانين بيخشوا لك على طول بعد ما نكتب التحاليل، فبتشوف انت القلق اللي بيبقى على وشهم. يعني معنى كده ان مش كل الام المفاصل والارهاق المستمر يستدعي تحاليل مناعية؟ صح. نفس الحكايه مريض الروماتويد. انت مش انت لست هذه التحاليل اللي انت شايلها، انت اكبر من كده بكتير. انت اب، انت ابن في نفس الوقت، انت موظف. فلازم يا جماعه التحاليل الدكتور اللي يستخدمها الاستخدام العقلاني العلمي اللي يفيد. اهلا وسهلا بيك يا دكتور في دمتم سالمين. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. رحلة مريض الروماتيزم والمناعة غالبا بتبدأ بتحليل أو مجموعة تحاليل. ورا كل تحليل أسئلة وخوف كتير قوي. ناس كتير قوي لما تسمع اسم تحليل مناعي بتخاف، مع ان التحاليل دي معمولة عشان خاطر نفهم مش نخاف. فخلينا نبدأ من الأول كده، امتى نطلب تحاليل روماتيزم ومناعة؟ طيب طبعا عشان انت العيانين بيخشوا لك على طول بعد ما نكتب التحاليل، فبتشوف انت القلق اللي بيبقى على وشهم، والدكتور طالب التحاليل دي ايه ومعناها ايه. رحلة المريض بتبتدي مش أبدا بالتحاليل، رحلة المريض بتبتدي غالبا بالشكوى. احنا مشكلتنا ان المريض غالبا بيجي لنا بعد لف على 5 تخصصات مثلا، يعني يكون راح ل2 عظام، واحد مخ واعصاب، دكتور باطني، لغايه اما حد يبدا يشك ان في حاجه يقول له روح لدكتور روماتيزم. الشكوى لما يبقى فيه وجع في الجسم في اكتر من منطقتين طول عن 6 أسابيع، لازم تروح لدكتور الروماتيزم على طول عشان تبتدي الرحلة المظبوطة للتشخيص ثم العلاج، لأن العلاج السليم يبتدي بتشخيص سليم. التحاليل دورها التصنيفية وليس التشخيصية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا حد بيشتكي من وجع في العظم، جالنا بقاله 6 أسابيع، دخل عندنا بعد ما خدنا التاريخ المرضي وسألنا الأسئلة بتاعتنا كلها في الأوضتين المسؤولين عن أخذ التاريخ المرضي. بنبدأ نطلعه على السرير، نكشف عليه، نكشف على المفاصل، على الأعصاب، على الأجهزة المختلفة، نسمع القلب، نسمع الرئتين، نشوف الأعصاب بتاعته أخبارها إيه، وبعد كده نكون صورة للتشخيصات المحتملة، نعمل التحاليل للتصنيف، أو ان هنعمل تحاليل كمان علشان نختار الدواء المناسب. عشان دايما انا ليا جمله بقولها للمرضى وانت عارفاها، احنا مش عايزين نصلح حاجه ونبوظ حاجه تانية. فدور التحاليل غالبا بيبقى فعلا للفهم والتشخيص وليس للتخويف. يعني معنى كده ان مش كل الام المفاصل والارهاق المستمر يستدعي تحاليل مناعية؟ طبعا لا. الكشف هو اللي بيقول ايه التحاليل اللي احنا محتاجينها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بكشف على المفاصل، ما لقيتش التهاب مفاصل، مش هطلب تحاليل بتاعت الامراض بتاعت المفاصل، الا لو المريض اداني هنت مثلا في التاريخ المرضي ان مفاصله بتورم من وقت للتاني. طيب. لو انا كشفت لقيت ان القلب سليم 100% وما فيهوش مشكله، مش هطلب ايكو. لو انا مطمن 100% ان الموضوع عباره عن حاجه لها علاقه بالجهاز الحركي، التهاب في وتر او خشونه، ممكن ما اطلبش تحليل خالص. وبالتالي لا طبعا مش كل ألم بنفسره على انه محتاج تحليل مناعي، لانه مش شرط يبقى مرض مناعي. معنى كده ان المريض يستنى بعد الكشف حضرتك تحدد له التحاليل او الاشعه المناسبه. هو ده الصح. يعني احنا عندنا بنسميه سلم التشخيص او هرم التشخيص: شكوى، ثم كشف، ثم فحوصات. اغلب الناس بتحب يعني تسرع الدنيا، نطلب التحاليل ايه هي والاشعه نعملها ونيجي بيها. ما احنا حليناها، ان احنا بنطلب من المريض التحاليل ويبعتها لنا على الواتساب ونتواصل على الواتساب. لكن كتير قوي من المرضى لما بيطلب مني تحاليل بكتبها له، مش هقول لك ان انا ما بكتبهالوش، بس الفكره كلها ان مش ده الصح. الصح ان المريض ما يعملش التحاليل غير بعد الكشف. تمام. طب في تحاليل بنسمع عنها زي روماتويد فاكتور والاي ان اي والانتي سي سي بي، ممكن نقول للمشاهد ببساطه كده تعريف كل واحد فيهم وبيشخص ايه؟ تحليل A ابو المناعه، وده بيطلع ايجابي في حوالي 36 مرض روماتيزمي مناعي حتى اللحظه. تمام. بيطلع في الروماتويد، بيطلع في الذئبه، مش خاص بالذئبه بس،
بيطلع في تيبس الجلدي، بيطلع في الغده المناعيه، بيطلع في التهاب القنوات المراريه المناعي، بيطلع ساعات حتى في ناس كبار في السن ما عندهمش حاجه خالص، وبيطلع ساعات لحد عنده حد في العيله عنده تاريخ لمرض مناعي. وبالتالي ده بنطلبه لو لقينا التهاب في المفاصل او شك في مرض من امراض النسيج الضام، وهو بنسميه ابو المناعه. السكرين لو طلع ايجابي غالبا بنطلب له تحاليل مكمله، وايجابي دي معناها 1/160 زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده. 1/80 ده الرمادي، انت كدكتور تاخد بيه او ما تاخدش بيه على حسب الاعراض وعلى حسب بقيه التحاليل. تمام. الروماتويد والسي سي بي ما بنطلبهمش الا لو المريض قال لي ان في ورم بيحصل في المفاصل، او انا بالكشف لقيت ورم في المفاصل. ساعتها بنعمل هذه التحاليل عشان نصنف نوع الروماتويد. 60% التحاليل بتبقى ايجابيه الاثنين، 70% بتبقى واحد منهم ايجابي والتاني سلبي، 30-50% في بعض الدراسات ان التحاليل سلبيه، وبالتالي ممكن المريض يبقى سلبي وعنده مرض، وممكن يبقى التحليل جاي لي بيه ايجابي واطلع سبب تاني خالص غير المرض، زي غير الروماتويد اصلا اللي جاي بالتحليل. يعني حضرتك عايز تقول ان ايجابيه التحاليل لا تعني تاكيد التشخيص والعكس؟ صحيح، لان مثلا ممكن يبقى التحليل ايجابي والسبب حاجه تانية. يعني ناخد معامل الروماتويد مثلا على سبيل المثال، تمام. فيروس سي ممكن يخليه ايجابي بدون ما يبقى فيه روماتويد، الغده المناعيه ممكن تخليه ايجابي بدون ما يبقى فيه روماتويد، مرض شوجرن يخليه ايجابي بدون ما يبقى فيه ده روماتويد. بالنسبه للروماتويد فاكتور، معامل الروماتويد بالظبط كده. تمام. هل في تحاليل يا دكتور بتفرق بين مرض مناعي والتهاب عادي او اجهاد؟ تقصدي سرعات الترسيب والسي ار بي؟ سرعات الترسيب والسي ار بي دي دول التحليلين اللي بنسميهم لهم 100 ابن. يعني ايه الكلام ده؟ سرعه الترسيب عشان نعرف الفرق ما بين الاثنين وليه بنطلب الاثنين. سرعه الترسيب من التحاليل البطيئه جدا في ارتفاعها وتاخد وقت عشان تنزل، فممكن تاخد في الدوره بتاعتها من 4 ل6 اسابيع. فممكن يكون تحليل سرعه الترسيب الايجابي الحالي ده العالي الرقم 60 او 70 ده بيعكس تعب كان عندك نزله برد من شهر. عشان كده بنعتمد اكتر على السي ار بي. السي ار بي ده بيعلى في 3 ايام، بروتين بيطلع من الكبد وبينزل في 3 ايام. لكن هل الاثنين دول بيعلوا بس في الروماتيزم او في الامراض المناعيه؟ لا، بيعلوا في العدوى، اي عدوى فيروسيه بكتيريه. بيعلوا لو في واحد عنده مشكله في القلب بيقيسوا السي ار بي. بيعلوا في السمنه، في السمان، بيعلوا في الانيميا، بيعلوا لو في تعب في الكبد نفسه، بيعلوا في الاورام. فدول مش هم التحاليل اللي تقول لنا ان بالتاكيد عندك مرض مناعي، لكن هم بالتاكيد التحاليل اللي لو فيهم حاجه عاليه دكاتره التخصصات الاخرى بيشوفوهم يبعتوا لنا الحاله. يعني في الاخر احنا ممكن يكون بعض المرضى بيسمونا دكاتره سرعه الترسيب عشان احنا بنعرف نتعامل مع سرعه الترسيب ونقول ايه سببها. تمام يا دكتور. طيب ازاي المريض يتعامل نفسيا مع انتظار نتيجه التحاليل؟ اول حاجه واهم حاجه انه يثق بالله سبحانه وتعالى، وهاخد من تجارب مشايخنا وعلمائنا اللي علمونا ان في حاجات ممكن تعملها ترد القضاء. يعني الذبح مثلا، ولو حاجة بسيطة ممكن ده يهون عليك او يطمنك قوي ان نتيجة التحليل نفسه هتطلع ان شاء الله خير، فيها نوع من حسن الظن بالله وطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يخفف عبء هذا البلاء. الصدقات، الذكر، بالذات الاذكار اللي فيها يا لطيف يا شافي، دي حاجات اشغل نفسك بيها لغايه ما نتيجه التحليل تطلع، اكتر ما تشغل نفسك على شات جي بي تي معنى التحليل ايه. لان الحاجات دي انا من وجهه نظري بتفيد، لان ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء اكتر من شات جي بي تي. النقطه الثانيه المهمه جدا انه طالما رحت للدكتور واطمأن قلبك للدكتور، شايل هم التحاليل ليه؟ ده التحاليل دي هتساعد الدكتور في انه يكمل السكه بتاعته. تمام. وبعدين اول ما نزل البلاء نزل مع الصبر. استخدم مخزون الصبر بتاعك بشكل ايجابي، مش تقعد حاطط ايدك على خدك وخايف ومستني وتقول انا صابر. لا، انا ما عنديش مانع انك تدور على التحليل معناه ايه، ما عنديش مانع انك تبص على التحليل بس من مصادر موثوقه ومش كبديل للدكتور. معنى كده يا دكتور ان قراءة نتائج التحاليل على جوجل بتضر اكتر ما بتنفع؟ في الغالب، لانه للاسف المريض بيبقى قاعد يعني عنده انتقاء في الكلام اللي بيقوله له حتى شات جي بي تي او اللي بيقوله له جوجل، بمعنى في نقص في كرات الدم البيضاء فيبدا يخش على نقص كرات الدم البيضاء. واسبابها ايه؟ بالنسبه لشات جي بي تي 3.7 زي 2 زي 1.
صح. بالنسبه لنا احنا كدكاتره لا. فيقول له ده كده انت عندك 1 2 3 4 وغالبا لازم يبقى فيهم مرض عباره عن ورم في الدم مثلا. فيفضل المريض في قلق وتوتر، في حين ان انا طالب منه صورة الدم عشان ابص على حاجة تانية خالص، وكرات الدم البيضاء دي لها تفسير عندي واضح جدا في الحالة بتاعته. نفس القصة، انه المريض بيقعد عنده نص معلومة، وانا دايما بقول انصاف المتعلمين اسوأ من الجهلة في بعض الاحيان. ايوه. ونصف المعلومة ساعات بيبقى اسوأ من اللا معلومة. فبالتالي بيبقى عامل بالظبط زي اللي قال ولا تقربوا الصلاة ويقف مشغول وانتم سكارى. تمام يا دكتور. طب لو حضرتك عايز توجه رسالة لمريض قاعد تايه في وسط ارقام التحاليل؟ اطمن، خد تحاليلك كلها اعرضها على الدكتور، ناقشه ليه ده بيعلى ليه ده بيوطى، الكاتوف اللي يقلقك ايه يا دكتور، طب عيد التحليل ده كل قد ايه. وبعد كده نصيحتي حط التحاليل دي في الدولاب، لان انا بيجيلي مرضى كتير قوي شايل الفايل ده بيفتحه كل يوم يبص فيه. هل يعقل ان ده هيفيد؟ يعني ده بالتأكيد هيبقى ضرره نفسيا اكبر بكتير. صحيح انت عندك المرض يا سيدي الفلاني، عندك مثلا روماتويد، او بنت حضرتك عندها ذئبة حمراء، انما هي فضلت بنت حضرتك الطالبة في الجامعة، اللي ان شاء الله تتجوز، اللي لازم تهتمي بلبسها، لازم تهتمي باكلها، مش اصبحت ذئبة وطلع لها بني ادمة. نفس الحكايه مريض الروماتويد، انت لست هذه التحاليل اللي انت شايلها، انت اكبر من كده بكتير، انت اب، انت ابن في نفس الوقت، انت موظف. فلازم يا جماعه التحاليل الدكتور اللي يستخدمها الاستخدام العقلاني العلمي اللي يفيد. شكرا ليك يا دكتور، في دمتم سالمين. العفو، تحت امركم دايما. شكرا لحضرتك.